بالثار، شد رحله ويا رحل حسين والله وجاب صحبانه، ويشهد سالم الخيون طق الملك بالكرسي من صعدة الغيرة ورجف بركانه، ويوم 13 عاشور يلتمشد عليه تعرف دفانه. من عندكم ترى ذبحوه وظل يندب على الكرار لما انقطعوا لسانه، ومن عندكم حبيب الثار شد رحله ويا رحل حسين والله وجاب صحبانه، ويشهد سالم الخيون طق الملك بالكرسي من صعدة الغيرة ورجف بركانه، ويوم 13 عاشور يلتمشد عليه تعرف دفانه. انشد بالغيبة الكبرى منه المثل راعيها. هسه هو يعرف الحكي، قال لي منو المثل راعيها؟ قلت له سيد الحسين بن روح هذا بن روح الاسد هو مثلا انا ما صار انا بخدمتك. قال لي انت صير قال لي انت صير على صفحه، قال لي انت صير على صفحه. على هاي الاساس وعلى هاي الكلمات تصاحبنا انا والقائد المجاهد اللي خضنا وياه اغلب الميادين القتاليه، وكان كل القاده يقول تقدموا الا عبد الغني يقول تبعوني يلا توكلوا على الله. تسمعني؟ وما يقبل كان له حمايه. وخابرك حكى وياك من خلال تليفون ووصال. فانا شو اقول حق واعرض هذا للعراق كله، وان كنا وهاي الابيات انا ما اعتقد بظني وبجاهتي وبجاهتي عند الله وعند الديوان ما ياخذونها بني اسد بعين الاعتبار ولا يخلونها بميزانها وبقالب. كما اذكر انه قيمه المرء تبين من عطائه، وانا اشكركم لانه الطلابه شعب والعركه شعب والتحويله شعب، وسمحتوا لي انه اسولف ولا انا ماخذ على عاتقي ما اسولف، بس شو اسوي؟ ذلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس هسه عمامي باعون علي ترى، واريد من عندكم تقدير يليق بمقام حبيب ابن مظاهر الاسدي ويليق بهذا الموقف، وراح اسكت. والسلام. شكرا. هذا كرسي الجواهر هذه يطق. ها؟ كرسي ها. ايه؟